بندور على شقة تكون قبلي ولا بحري، على النيل، لا في كومباوند، مساحة 150. لا لا لا، ما تنفعناش، ال 150 دي صغيرة. لا، نقعد في شقة 300 400 متر. اصل بنت خالتي وبنت عمتي عندهم مش عارف ركنة شكلها ايه. لا لا، اصل ابن خالي جاب لمراته من امريكا مش عارفة كوفي كورنر وعامله لها ازاي. بنتخانق وبنتنافس وبنشوف مين جايب ايه عشان نقلده. وللأسف لسه في ناس في دنيتنا دي وفي عصرنا ده عايشين في مركب في النيل، عايشين أحلى عيشة ومبسوطين، بياكلوا بيشربوا بيربوا عيالهم، بيودوا ولادهم المدارس كمان. ما بيطلعوش البر إلا علشان بس يقضوا حاجتهم من أكل من شرب ويرجعوا لدنيتهم تاني. عاملين مركب للأكل وللشرب وللمعيشة، ومركب تاني العيال تنام فيها ومتداريين ومستغطين. تخيلوا بقى، لو في مطره مطرت عليهم الدنيا يبقى شكلها ايه؟ تخيلوا بيستقبلوا الشمس وحرارة الجو شكله ايه؟ ناس مبسوطة وعايشة وحمد ربها، لا في دماغها تنافس ولا بتتنافس مع حد ولا بتقلد حد. عمرها ما كانت بالحيطان ولا بالسجاد ولا بالأوض النوم الغالية ولا بالذهب الكام عيار والكام إيراد عشان أثبت إن أنا متقلة تقلي ذهب قدام الناس كلها. عيشوا وافرحوا زي ما انتوا عايزين، ما يهمش انتوا عايشين فين وما يهمش انتوا عايشين ازاي، المهم ان انتوا تكونوا مع بعض راضيين ومبسوطين. هي دي العيشة الحلوة وهي دي حلاوة الروح. وتسلمي يا كل نفس مرتاحة وسايبة الدنيا لخالقها.